بلا طبعا هيبقى مهم. انا يعني قلقان شويه، مش ان ناصف لعيب كويس وكل حاجه، ولكن قلقان شويه ان الجنب الشمال يحصل فيه مشكله وما يقدرش يلعب ال 90 دقيقه، فدي مشكله برضو هتبقى هتعالجها ازاي؟ ما لازم يبقى عندك بديل. ما هي دي المشكله، انك انت هتحتاج ظهير ايسر. لا انت ظهير ايسر صرف عندك ما فيش ولا واحد مش موجود. ولا واحد. طب اللي في الشاشه اللي قدامنا اللي في الشاشه احمد فتحي يقدر يلعبها ظهير ايسر. احنا بنقول ظهير ايسر صرف، اصل هو مش موجود. هادي التغييرات بس من امتى ظهير ايسر بيلعب بيمين؟ خلي بالك ايه طيب ايه البديل؟ خلي بالك يا هادي، وليد سليمان. خلي بالك يا هادي انك التغييرات ما تقدرش تحكمها دلوقتي. ليه؟ لان مجريات المباراه هتفرق معاك. هل انت محتاج تكثف في الهجوم؟ هل انت محتاج في واحد في ثغره في حته معينه في الدفاع بس يا كابتن اسامه معلش، انتوا ناس مدربين كبار وبتحضر شغلك قبل المباراه. ايوه فانت بتبقى حاطط ايه يعني ناس معينه في دماغك، بتقول دول ممكن يكونوا في وقت معين يغيروا لي مجرى المباراه. فبيبقى دول لا، ما مغير مجرى المباراه نتيجتها ايه؟ وصل لنا طبعا هل انا كسبان؟ وصل لنا يا كابتن اسامه تدريب المنتخب امبارح طبعا، وده شيء جيد جدا، وسمحوا لنا طبعا ان احنا ندخل وناخد بعض التسخين ولقطات من تدريب منتخب مصر. اتفضل يا كابتن اسامه. هل ما هو التغيير يا هادي، هل انا كسبان؟ هل انا متعادل؟ هل انا مغلوب؟ هل حصلت اصابه؟ هل حصل طرد؟ فالتغييرات دي مجالها مفتوح جدا. لو حسبت ما مفتوح، بس لو حسبت يعني في مثلا 4-5 عناصر انت هتعتمد عليهم على حسب سير المباراه. طيب ما هو هيبقى اولا هيبقى شيكابالا لو هو قاعد احتياطي، دودي الجباس لانه المهاجم